أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: نادي الزمالك يدرس تقديم شكوى ضد زيزو في اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بعدما قام زيزو بتجاهل مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك. حاليا نادي الزمالك بيشوف يعمل ايه ضد زيزو. حاليا نادي الزمالك بيدرس تقديم شكوى لاتحاد الكرة وأيضا إلى لجنة الانضباط ضد زيزو. انا عن نفسي مش عارف ليه، ولكن هم عايزين يعملوا اي حاجة وخلاص، عشان هم دلوقتي متضايقين ومتغاظين جدا من زيزو. خبرنا التاني: حسين الشحات يتحدث عن مسألة تجديد عقده مع الاهلي. قال الشحات: ان شاء الله هجدد في الاهلي وباقي ومستمر مع الفريق. فبالتالي حسين الشحات بيؤكد على انه هيجدد عقده مع الاهلي. خبرنا الثالث: رسميا استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر. رسميا تم استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر بعدما تعرض اللاعب لإصابة في العضلة الخلفية، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح بنسبة كبيرة هيتم استبعاده، والنهارده هيعمل بقى أشعة وفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه. خبرنا الرابع: محمد هاني الشناوي هو اللي أصر إن أرفع الكاس معاهم مع تريزيجيه ومعاه. قال محمد هاني: الشناوي هو اللي أصر إني أرفع كاس السوبر أنا وتريزيجيه، لذلك كان يطلب مننا الحضور لرفع الكأس. الشناوي لاعب كبير وقائد حقيقي ولديه إنكار ذات كبير، ولاعب آخر كان سيرفع لو لاعب تاني غيره كان هو اللي هيرفع الكاس وياخد اللقطة. خبرنا الخامس: الشناوي الفوز بالسوبر ده هيرفع الضغط علينا. أكد الشناوي على أن أهمية الفوز بالسوبر أنه هيرفع الضغط اللي كان موجود على اللعيبة طوال الفترة الماضية، وهيكون بمثابة فتح صفحة جديدة في الموسم الحالي.